اخواتي وحبايبي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم اخوكم ابو بطة، والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن حب الفراعنة لثعبان الكبرى. ليه الفراعنة كانوا بيحبوا الكبرى وبيتخذوها رمز على التيجان بتاعتهم؟ الفراعنة كانوا دايما معروفين بحبهم لكتير من الرموز والاشياء اللي كانت ليها معاني كبيرة عندهم، ومن اكتر الرموز دي كانت ثعبان الكبرى. تعالوا نشوف ليه الفراعنة كانوا بيحبوا الكبرى وبيعتبروها رمز مهم ليهم. بس الاول ما تنساش تشترك معانا في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. الحمايه والامان من اكتر الحاجات اللي كانت بتخلي الفراعنه يحبوا الكبرى هي الحمايه. الكبرى كانت بتمثل الحمايه للملك وللبلد كلها. الكهنه كانوا بيحطوا تمثال صغير لكبرى على راس الملك، ودي كانوا بيسموها وجيت. وجيت كانت بتدي الملك حماية من أي شر أو أعداء ممكن يهاجموه. عشان كده بنشوف الكبرى على التماثيل والرسومات الفرعونية اللي بتبين قوة وحماية الملك. الألوهية والقداسة، الكبرى كانت كمان رمز للألوهية عند الفراعنة. كانوا بيشوفوها ككائن مقدس ومرتبط بالإله. في آلهة عندهم اسمها وجيت، واللي هي على شكل كبرى، وكانت تعتبر إله للحماية والسحر. الكهنة كانوا بيعملوا طقوس وتعويذ عشان يستدعوا الحماية بتاعة الكبرى. هما اللي كانوا بيعتقدوا كده برضه، مش أنا. التجديد والبعث، من الحاجات اللي كانت بتميز الكبرى هي إنها بتغير جلدها كل فترة. الفراعنة شافوا ده في رمز للتجدد والبعث. كانوا بيعتقدوا إن الكبرى بتمثل الحياة الجديدة والنهضة بعد الموت، وده كان متوافق مع أفكارهم عن الحياة بعد الموت، وإن الروح بترجع تعيش تاني في حياة جديدة بعد ما تسيب الجسم. السلطة والقوة، الكبرى كانت كمان رمز للسلطة والقوة. الفراعنة كانوا دايما يحطوا الكبرى على التاج الملكي بتاعهم عشان يبينوا قوتهم وسلطتهم. لما الناس تشوف الكبرى على رأس الفرعون كانوا بيعرفوا ان ده ملك قوي وعنده القدرة انه يحمي شعبه وبلده، وده كان بيزرع الرهبة والاحترام في قلوب الناس والأعداء. الفنون والآثار، مش بس الكبرى كانت رمز للحماية والقوة، لا ده كمان كانوا بيستخدموها في الفنون والآثار. تلاقي تماثيل ورسومات كتيرة للكبرى في المعابد والمقابر الفرعونية. الكهنة كانوا بيعملوا حولة واكسسوارات على شكل كبرى، والملوك كانوا بيزينوا بيها تيجانهم وثيابهم الملكية. حب الفراعنة لثعبان الكبرى كان حب مليان بالمعاني والرموز. الكبرى كانت بالنسبة ليهم رمز للحماية والقداسة والتجديد والقوة. عشان كده الكبرى بقت جزء لا يتجزأ من حياتهم وثقافتهم، وشفناها في كل مكان تقريبا متعلق بالفراعنة. وبكده وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. يا ريت ما تنساش تشترك معانا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي. أشوفكم على خير، مع السلامة.